شفت لقطات كده من العروسه اللي هي مضت عريسها على قايمه مع ريهام سعيد، وبجد مت على نفسي من الضحك. يا بنت ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ده انت بتعملي عظمه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ صوتك اتقلب شتوي كده ليه؟ يعني الصوت الجعور اللي كان بيجعر في اللايفات وتفوق عليك وعلى اهلك، ويروح سبع يجي قرد، ولا يروح قرد يجي سبع وعيلتكم ما فيهاش راجل. اتقلب كده بقدرة قادر لصوت حنين ورهيف. يعني يا بنت كون الحريم ده، كون الحريم ده احنا عارفينه. ودلوقتي اصلا انا بنت ومكسوره. يعني ايه، ما كنتيش بنت في اللايف، كنت ولد. ما هم ما تقنعيناش ان اللي بتقول كده. اسمعوا معايا في اللايف ده. ممكن نرجع قسما بالله لو اخر راجل على وش الدنيا اتفوق على شكلك كذاب. انت كذاب وابوك كذاب. بس صح، البيت اللي ما فيهوش راجل هنستنى منه ايه؟ الحريم اللي ممشياكوا خلينا ساكتين الله يرضى عنكم. محدش يصدق راجل، والله ما راجل، ده انا ارجل منه وكذا. اللي خلقك ما خلقش غيرك، ده غور، ده يروح قرد يجي سبع. يا شيخ اتجوزوا لاختها الاتنين اوساخ شبه بعض بقى، ما تخلوناش بقى الواحد بقى يطلع الفاظ ما تنفعش بقى. يا شيخ بلا قرف، والله العظيم لو اخر راجل على وش الدنيا على وشه تحت جزمتي. ان اللي كانت بتشرشح في اللايف دي، اللي كانت بتشرشح في اللايف دي هي نفس البني ادمه اللي طالعه متمسكنه وطيبه وعاقله وبتعيط، اللي كانت مع ريهام سعيد. اسمعوا كده. ما كانش ينفع يطلع يتقل خالص، ما كانش ينفع يتقل خالص. بس غصب عني كبنت مكسوره حاولت اكلم جوزي كذا مره بيردش عليا. قلت له يا عمر انت اديت فرصه ل20 راجل يحلوا ومحدش حل معاك، بعد اذنك اديني فرصه. كنت انا قعدت مع بابا، قلت له بابا طب دلوقتي عمر لو جمع ال160 انت هتعمل ايه؟ قال لي بص، لو عمر جمع ال160 بدل ما هيتجوز في شهر 9 او 10 هخليه يجيب العفش الايام دي. ايه بنت الطيبه دي؟ ايه الطيبه دي؟ ده انا كنت هعيط. بتفكرني بمحمد سعد لما كان مع الست اللي هي شغاله في السكه الشمال، وبعد كده قال لها تيجي المحكمه ملتزمه ومتغطيه وكل حاجه، وجات لهم تاني يوم المحكمه زي ما انتم شايفين في الصوره كده. هي كده بالظبط بجد. يا بنت انت مكانك مش هنا، لا بجد انت دماغ عاليه انت وابوكي، انتوا مكانكم مش هنا. انت مكانك على طول على السبكي يعمل لك عقد احتكار. يعني مش عارفه هما تايهين عنك فين. المفروض ياخدوكي موهبه التمثيل. يعني ده انت عندك موهبه جباره يا شيخ. ايه ده؟ عندك موهبه جباره. يعني مش معقول. يعني ايه الجمال ده؟ يعني صوتك كده بقدره قادر اتقلب لصوت شتوي. ايه ده؟ يعني انا انبهرت. لا بجد. ايه ده؟ ايه الطيبه دي؟ ايه الحنيه دي؟ ده كنت هعيط، والله كنت هعيط بجد. ايه الايمان والتقوى دي كلها؟ يعني بجد ايه ده؟ ايه الصوت الوطي ده والحنيه دي والرقه دي؟ جبتيهم منين؟ يعني انا بقول لك انت مكانك مش هنا. يا تروحي للسبكي يا لا، انت المفروض تحترفي عالميا، المفروض تروحي هوليوود يكتشفوكي هناك بجد. يعني ومتخيله ان الناس هتصدق اللي انت بتعمليه او اللي انت بتقوليه ده؟ وبعدين كان في سؤال مهم كانت المفروض استاذه ريهام تساله لك. ليه استغفلتيه ومضتيه قايمه على بياض؟ ليه؟ سيبك من الشبكه وال160 والشيك اللي قلت له لا ومش عارفه ايه، ومفيش حد هيبوظ فرحه. يعني الراجل مش هيبوظ فرحه، بس ليه مضتيه قايمه على بياض؟ ليه؟ يعني هو ده السؤال. يعني سيبك من كل الهري اللي انت هرتيه في البرنامج ده. انا بسالك سؤال واحد، الناس كلها بتسالك سؤال واحد. ليه حضرتك غفلتيه ومضتيه قايمه على بياض؟ لو كنت رضيتي ان انتوا تقطعوا القايمه ما كانش حد يزعل على السوشيال ميديا، وما كانش الولد هيطلع يعيط على السوشيال ميديا، وكان الموضوع اتلم. كان انت ممثله بجد بجد، مكانك مش هنا. يعني يا تروحي هوليود تحترفي عالميا، يا اما تروحي للسبكي بقى وامرك لله.